في يوم جات له أصعب مكالمة ممكن تيجي لحد. أخوه توأم روحه بين الحياة والموت، ولسه يدوب بيحاول يفوق من الخبر، لقى مكالمة تانية بعدها بأيام إن والده اتنقل للعناية المركزة. وفجأة لقى نفسه محطوط في أصعب اختبار في حياته، يا ينقذ أخوه يا ينقذ باباه. بيحكي مجدي الجلاد وبيقول سنة 2008 كان شغال رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، وكانت في عزها في الوقت ده. يعني مجدي كان عايش أحسن وأنجح أيام حياته، لغاية ما في يوم جات له مكالمة بيقولوا فيها إن أخوه إبراهيم حصل له حاجة غريبة ومحدش عارف يفسرها. وقتها مجدي استغل علاقاته ومعارفه وخد إبراهيم أخوه وداه عند أحسن دكاترة في مصر. المهم بعد لف وفحوصات كتير الدكاترة اتقسمت بين تشخيصين ملهمش تالت، يا إما اللي عنده ده مرض مناعي يا إما المرض الوحش. طبعا الخبر نزل على مجدي أكنه جردل مية ساقعة بتلج، خصوصا إن إبراهيم ده صاحبه وأقرب واحد ليه في حياته قبل ما يكون أخوه، ففكرة إنه هيتبهدل بسبب مرض يا عالم أصلا هينفع يخف منه ولا لأ كانت مخليه مش عارف يفكر. المهم بدأ مجدي يبعت لمستشفيات كتير بره مصر علشان يسفر أخوه يتعالج بره. وسط بقى ما كل ده بيحصل جه لمجدي الخبر التاني، والده تعب جدا واتنقل العناية. ومش بس كده، ده كمان وقتها أكدوا له إن الموضوع خلاص بقى مسألة وقت. في نفس الوقت ده مستشفى في فرنسا بعتت لمجدي إن أخوه لازم يسافر حالا، فمجدي لقى نفسه بين اختيارين أوحش من بعض، يا إما يسافر مع أخوه ويسيب والده اللي فيه احتمالية إنه يتوفى في أي لحظة، يا إما يفضل مع باباه وأخوه حالته كل يوم تسوء أكتر. بيقول مجدي إن من كتر التفكير وقلة النوم والأكل وقع هو كمان ودخل المستشفى، ولما فاق ما عملش أي حاجة غير إنه قعد يدعي ربنا بحاجتين، إن أخوه يخف ووالده يفضل عايش، وساب الباقي على ربنا. وقام واخد أخوه وسافروا على فرنسا، وهناك بيعرف إن أخوه عنده مرض نادر بس حله بسيط، مش مرض وحش ولا حاجة، وفعلا قضى رحلة علاجه هناك بسلام. طول الفترة دي بقى مجدي كان بيتصل كل يوم بأهله في مصر علشان يطمن على باباه اللي اتفاجئ إنه خف ورجع البيت كمان. ما كانش مصدق رحمة ربنا بيه، عشان كده مجدي من يومها اتعود يقول يا رب ويشيل ايده من الموضوع. مجدي الجلاد اتولد سنة 64 في الشرقية مركز منيا القمح. اتخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة سنة 86، يعني كان من ضمن الدفعة الذهبية للإعلاميين، لأن في نفس السنة اتخرج وائل الإبراشي وأكرم القصاص وهالة سرحان ولميس الحديدي وغيرهم كتير. مجدي كان كل حلمه في الحياة إنه يبقى من أشهر وأكبر الصحفيين في مصر، ولا كان عايز فلوس ولا كان عايز مناصب، كل اللي كان عايزه إنه يمارس هوايته في القراية والكتابة اللي هو موهوب فيهم وبس. وفعلا بدأ حياته الصحفية في مؤسسة الأهرام وتعلم على إيد أكبر الصحفيين في البلد. وتعدي السنين اللي مجدي كان بيتعلم فيهم بسرعة لدرجة إنه كان من أوائل الصحفيين اللي اتبنوا فكرة الصحافة المستقلة، وبقى واحد من مؤسسين جريدة المصري اليوم، وكان أول رئيس تحرير لجريدة الوطن. وحالياً هو رئيس تحرير مؤسسة أونا اللي تحتها مواقع إعلامية كتير زي مصراوي ويلا كورة والكونسولتو. ولأن مجدي معروف إنه من أكتر الصحفيين المغامرين ومن أكتر الناس اللي بتدافع عن الحرية، قدم برامج تلفزيونية كتير، منهم أنت وضميرك ومعالي المواطن ولا تراجع ولا استسلام، اللي ناقش من خلالهم مواضيع كتير من وجهة نظره الجريئة. مجدي الجلاد من أتقل الصحفيين في مصر، لكن ولا بيحب المظاهر ولا الشو الإعلامي. هو شايف إن الإعلام أداة مهمة، مهمتها إنها تخدم المواطن قبل ما تخدم السلطة، ودي الحاجة اللي هو مركز عليها. عشان كده دايماً بيشجع على المصداقية وبيدعم الصحفيين الجداد.